ومن هنا يأتي السؤال: هل لازم أو هل لا يزال كلام أستاذي اللي نصحني بقراية الورقة اللي كان ملفوف فيها طعمية، هل لا يزال الكلام ده صالح للاستخدام لحد النهاردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا صباح الخير أو يا مساء الخير على حضراتكم جميعا. يوم جديد وبداية أسبوع جديدة مع بودكاست كولاج، البودكاست اللي بنناقش فيه موضوعات متعلقة بالفن وبالإبداع في مختلف المجالات، بنشارك تجارب وبنتأمل ظواهر وبنتذوق مع بعض كل ما هو إبداعي وكل ما هو جميل. في اللحظة اللي أنا قررت فيها أعمل اللي أنا بعمله دلوقتي، أو كنت عاوز ساعتها إني أعمل اللي أنا دلوقتي بعمله، واللي ما كنت ساعتها عارف بالظبط ده اسمه إيه، وبالتحديد لما كنت في أولى ثانوي، كان التعليق دايما إنه والنصيحة يعني اللي بتوجه لي إنه أي حد عايز يشتغل في مهنة معرفية، في صناعة إعلام، صناعة ترفيهية، أي مكان، نحتاج إنه هو يقرأ كل حاجة وأي حاجة. حتى افتكر نصا كده انه احد اساتذتي كان ليه جملة دايما كان بيكررها عليا، انه لو لقيت ورقة وقع على الارض وكان ملفوف فيها طعمية، القطها من الارض وبص عليها، لعل وعسى ان انت تلاقي فيها معلومة ممكن تفيدك في وقت من الاوقات. وقتها صحيح الانترنت كان موجود، ولكن ما كانش بنفس القدر من الانتشار والثراء بالمصادر المعرفية اللي موجودة عليه او اللي متاحة عليه، وصناعة المحتوى ما كانتش بنفس القدر من الزخم والانتشار اللي موجود في الفترة الحالية، وبالتالي الى حد كبير كانت الامور بالنسبة لي محدودة. لكن النهاردة لما يكون في اليوم الواحد بينزل على يوتيوب على سبيل المثال 720 ألف ساعة محتوى، وعلى تيك توك حوالي 34 مليون فيديو في اليوم، ولما يكون مثلا الرقم التقريبي للكتب العربية المنشورة والمتاحة بمجرد تاتشنج على الموبايل، احنا بنتكلم تقريبا في 110 مليون كتاب عربي. ده غير عشرات الآلاف من الأفلام العربية اللي موجودة في المكتبة ومتاحة. ده غير أكتر من 13 ألف مصنف فني متاح بالفعل على نتفليكس دلوقتي. كل ده غير شاهد وواتشت والبلاتفورمز التانية والقنوات التلفزيونية والمحطات الإذاعية والمواقع الإخبارية والجرايد والمدونات و خلي بالك احنا كل الحاجات اللي بنذكرها دي هي مجرد أمثلة. ده غير المحتوى والأعمال الجديدة والكتب الجديدة اللي لسه بتنزل أثناء ما أنا بكلمكم. ده غير كمان لو انت معاك أكتر من لغة. أنا كل الأمثلة اللي بذكرها دي لو انت بتعرف تتكلم عربي بس، فما بالك لو انت معاك لغتين، طب ما بالك لو انت معاك 3 لغات. تخيل كم المصادر المعرفية القيمة حتى من الحاجات دي كلها المتاحة ليك، وكل ده بدون ما تبذل اي مجهود ولا تتحرك من مكانك. ومن هنا يأتي السؤال: هل لازم أو هل لا يزال كلام أستاذي اللي نصحني بقراية الورقة اللي كان ملفوف فيها طعمية، هل لا يزال الكلام ده صالح للاستخدام لحد النهاردة؟ لو أنا دلوقتي شخص في بداية حياتي وحابب إني أشتغل على نفسي وأطور من مهاراتي، خاصة كمان لو أنا شخص بشتغل في مهنة إبداعية أو مهنة قائمة على التواصل مع ناس تانية بتتطلب مني قدر من الثراء المعرفي بشكل من الاشكال، عشان مخي يبقى في حاجة تطلع للناس دي. ما اعتقدش انه انا الوحيد ساعتها اللي بسأل السؤال ده او كتير بيجي في بالي. اعتقد في ناس كتيرة بمختلف مجالاتهم حتى لو مش بيشتغلوا في مهنة ابداعية ممكن يكون عندهم نفس الحيرة والتساؤل، وهو سؤال: هل هأخلص كل ده امتى؟ افتكر من القصص اللي تم تكرارها عليا من اكتر من شخص باكتر من سيناريو وباكتر من مكان، يعني كانت لاشخاص كانوا في مقتبل العمر او في بداية حياتهم في عصور ما قبل الانترنت. مثلا في اوقات مشروع التخرج، اوقات يبقوا شغالين على موضوع صحفي، اوقات تانية يبقوا شغالين على فيلم فبيدوروا على مادة بحثية يعني للفيلم ده. الاشخاص دي كانت بتحكي لي، وما اعتقدش ان انا بس لوحدي، ده اكيد برضو حد من حضراتكم ممكن يبقى سمع الحواديت والقصص دي، انه قد ايه عملية البحث
كانت تعتبر مشوار، احنا نازلين نعمل بحث، يعني يوم كده من اول النهار لابس ونازل. رايح فين يا ابني؟ رايح مكتبة الجامعة الامريكية، في مرجع هناك هطلع منه كام معلومة. رايح دار الكتب عشان شغال على فيلم وفي كتاب عاوز اعرف منه شوية حاجات. الموضوع واضح بالنسبة لك، في صعوبة لهذه الدرجة في الحصول على معلومة. وفي كمان كانت قصص بتتحكي لي انه في ناس كانت بتيجي من مناطق في الاقاليم ومناطق في قرى بعيدة تنزل القاهرة عشان تجيب كتاب، عشان بس تعرف معلومة. وبالتالي كانت منطقة التميز او الافضل يعني كان هو الشخص اللي يملك القدرة للتحصل على اكبر قدر من المعلومات، متغلبا بقى على تحدي صعوبة الوصول لمصدر معرفي اصلا. لكن هل الوضع دلوقتي بنفس الشكل؟ دلوقتي مش الصعب تماما انك توصل لمعلومة، وبالتالي مش هتكون نقطة تميز انه انت تعرف معلومة. ما هو عادي، ما هي المعلومة متاحة ليك ولغيرك وبمجرد تقليب في الموبايل. محتاجة احيانا شوية شطارة بس ان انت تعرف المعلومة دي تبقى موجودة فين. ما نقدرش نقول انه هنا في نقطة تميز، لكن نقطة التميز دلوقتي في رأيي المتواضع للشخص اللي بيعرف كويس قوي يسد ودنه امتى ويسمع امتى، يسد ودنه عن ايه ويسمع ايه. وده بيجي من ادراكك لفكرة انه مش كل المعرفة في كل وقت بتكون مفيدة، وانك كده كده مش هتشوف كل الافلام اللي في الليستة ولا هتقرأ كل الكتب اللي انت عاوز انك تقراها. نفس نظرية لعبة كانت موجودة زمان، مش عارف حد يعني من حضراتكم كان بيلعبها في الشارع ولا لا، اللي هي لعبة البلي، اللي بيبقى فيه كومة بلي موجودة على الارض، وفي حد موجود في ايده بلية او يعني كور الزجاجية الصغيرة دي، ويبدأ انه يحدف البلية دي في الهواء، وقبل ما البلية تقع في الارض يكون لقط بلية او بليتين او كام بلية على قد ما يقدر انه يتحصل ويلقط البلية اللي هو حدفها في الاول. عايز تجمع كتير انت وشطارتك، ولكن في نفس الوقت لازم تكون حاطط في دماغك وحاطط في بالك طول الوقت انك الاساس بتاعك انه في بلية معينة انا مش عايز اوقعها مني. وهي المثال بتاع فكرة انه في معلومة محددة انا محتاج ابقى عارفها، مش لازم ان انا اكون عندي كل المعلومات في الحياة. ولو انا طمعت وما لقطتش البلية دي فساعتها ولا هبقى طلت اللي انا لميته من الارض، ولا هبقى طلت البلية الاساسية الواحدة اللي كانت معايا. السؤال بقى اللي يمكن يكون بيدور او كان بيدور في دماغي وانا بفكر في الموضوع ده هو ازاي اقدر اني احدد انا والله هعرف ايه ومش هعرف ايه. من تجربتي الشخصية ومن تجارب الكتير من الاساتذة اللي بيتكلموا عن هم ازاي بيتعاملوا مع الموضوع ده، فاقدر اقولك انه الحل في حاجة اسمها المعرفة النظامية، وهي انك باختصار تتحول من متلقي سلبي بيستهلك بس اللي بينزل قدامه حتى لو مش محتاجه، لشخص واعي وعارف بالظبط هو محتاج يعرف ايه الفترة دي ويروح له هو بنفسه. خليني اوضح لك اكتر. افرض مثلا انا بشتغل في السينما وفي مخرج معين اكتشفته مؤخرا وليكن مثلا يوسف شاهين، واكتشفت اني محتاج ابدأ اشوف افلامه كلها. هنا بالظبط بتبدأ عملية المعرفة النظامية، فبتقرر ان انت تجيب افلامه كلها ويستحسن انها تكون اوفلاين تجنبا للتشويش، وابدأ ان انا اخصص على سبيل المثال فيلم اشوفه كل يوم. في خلال شهر هتلاقي نفسك شفت كل الافلام. ممكن في النص تلاقي لقاء مع يوسف شاهين تتفرج عليه بيتكلم عن مسيرته، فده تمام مقبول ان انت تشوفه. طيب على سبيل المثال وانت قاعد بتبص على الحلقات او الافلام بتاعه يوسف شاهين، بالصدفة لقيت فيه جزء جديد نزل مثلا من بلاك ميرور، ساعتها ولا كأنك شفته يا سيدي. طيب مثلا في بودكاست جديد نزل حلو جدا ومدته 3 ساعات وجذاب قوي عايز اتفرج عليه، برضو ولا كأنك شفته. الفكرة مش بس انك هتحط جدول للكتب اللي انت هتقراها او الافلام اللي انت هتشوفها، الفكرة باختصار هو انك تحط سياق معرفي للمعلومات اللي انت هتدخلها لدماغك. كأنك بالظبط بتحط هدومك، يعني انت هدومك دلوقتي بتطبقها وبتحطها على الرف، بحيث ان انت لما تعوز ترجع لها تقدر ان انت عارف والله ده الرف اللي موجود فيه البنطلونات، فانا
اقدر اني ارجع له بسهولة. وما تبقاش بس اللي انت بتعمله ان انت بتكوم وتحذف تيجي والله بتدور على قميص معين، لا صعب ان انت توصل له. ليه؟ لانه الكلام ده بيدخل جوه بدون سيلز او بارتيشنز او سيكشنز او قطاعات واماكن بيدخل فيها. يعني هو بيدخل كده في المطلق، ركام كده وخلاص، او تل كده وخلاص، تل معلومات ما المخ مش عارف دي دخلت كده وخلاص، حاضر المالك في العقل اللاواعي ممكن نبقى نحتاجها في شغل قدام. لكن لما تبقى المعلومات دي منظمة فهيسهل عليك ان انت ترجع تستدعيها مرة تانية. تقدر تقول هي محاكاة لفكرة منهج المدرسة. هو مثلا منهج العربي هتدرس فيه كل حاجة متعلقة بالعربي؟ لا، لكن المنهج بيجمع لك مجموعة من الموضوعات المرتبطة مع بعض بسياق معين بحيث ان انت ما تتشتتش وتحقق اكبر قدر من الاستفادة. في النهاية عشان اكون امين معاكم ومع نفسي حتى، فما اقدرش اقول انه في الاول هتكون قادر تعمل ده بسهولة، وفي الاول هتحط جدول وتلاقي نفسك بتسرح في النص. تقول انك مثلا عايز تقرأ سلسلة هاري بوتر وتشوف الافلام، وبعد كده حماسك يبرد شوية، او تلاقي مثلا في كتاب جديد نزل فانت الكتاب ده لسه سخن فانا عايز اقراه اكتر. ده طبيعي ان انت تحيد عن الطريق في اوقات كتيرة، بس الضروري ان انت اثناء الرحلة تكون واعي بحيث انك كل ما تحيد عن الطريق او يعني تبعد عن السكة اللي انت ماشي فيها تفكر نفسك، وبالتالي تقدر انك ترجع تاني. وهذا ما تيسر لنا قوله في حلقة النهاردة وفي موضوع النهاردة. ما نقدرش نقول ان هو كان موضوع طويل، يعني هو موضوع بسيط جدا يعني، وانا حبيت ان هو يبقى في السياق ده برضو تجربة يعني مع حضراتكم، انه الحلقات تبقى ذات سيستماتيك وستريت تو ذا بوينت، موجهة بالظبط للتعامل مع مواضيع معينة بالتحديد. فلو حضراتكم حابين السيستم ده اكتر او حابين الشكل ده او الطريقة دي اكتر، ساعتها نقدر ان احنا ممكن نستمر فيها. لو حابين الفري ديسكاشنز اكتر، حتى لو هي في موضوع محدد بس بدون اطر قوي اللي احنا كنا بنتكلم فيها النهارده، او محددات جامده قوي اللي احنا كنا بنتكلم فيها النهارده، برضو ممكن توضحوا لي انتم مفضلين انهي اكتر، مفضلين الحلقات الاطول ولا الحلقات الاقصر؟ لانه انا بيجي لي الرأي ناس حابه فكره الحلقات الطويله جدا، وفي ناس بتحب ان الحلقه تبقى قصيره ومحدده. انا هنتظر رأيكم في الكومنتس. اتمنى انه الحلقه تكون عجبتكم، اتمنى ان هي تكون مفيده لحضراتكم باي شكل من الاشكال، ولو عجبتكم يا ريت ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في المنصة اللي حضراتكم عليها اللي بتسمعونا عليها. احنا موجودين ان شاء الله على كل المنصات السمعية اللي تقدروا ان انتوا تسمعوا منها البودكاست. تقدروا ان انتوا تعملوا سبسكرايب او تعملوا فولو وتجيت نوتيفيكيشنز او تفعلوا زر الجرس بحيث انه الحلقات توصل لكم اول باول، وتقدروا تتواصلوا معانا. هتلاقوا كل لينكات التواصل موجودة تحت في الديسكريبشن، واستنونا وحلقة جديدة من بودكاست كولاج. سلام عليكم.